النهارده هنعمل كيك يومي للشاي. ساعات اطفال كده ممكن يطلبوا منك كيكه وما بيكونش فيه لبن ولا زبادي. ممكن يكون فيه عصير او كان المتوفر معايا مكون كده اساسي فعملت بيه الكيك ديت. فيلا بينا نشوف الطريقه ونسمي الله. اول حاجه بقى جبت بوله او طبق نحط فيهم 3 من عدد البيض، وهتكون بدرجه حراره الغرفه. هبتدي بقى اضيفهم واحط عليهم كيس من الفانيليا بالشكل ده، وهبتدي اضيف بقى كوبايه كده من السكر. طبعا الكوبايات اللي عايرتي بيها بتكون الكوبايه المعياريه او اي كوبايه متوفره عندك في البيت بتعايري بيها كل المكونات. هبتدي بقى اخلطهم كده بالمضرب الكهربائي، الاول على اعلى درجه، اعلى سرعه لحد ما القوام يبقى كريمي وبالشكل ده. هبتدي بقى اضيف كوبايه الا ربع من الزيت بالشكل ده. هنا بقى انا استخدمت المضرب اليدوي، هبتدي بقى يعني اخفق فيه بالراحه كده لحد ما يختفي بقى الزيت مع بقيه المكونات. وهنا المكون الاساسي اللي قلتلكم عليه في اول الفيديو، هنا بتكون معايا كوبايه كده من الكوبايات المعياريه. دي كوبايه كده من الفيروز اللي هي الحاجه الساقعه بطعم الاناناس، اكيد كلكم عارفينها. هبتدي اضيفها، شايفين الفوران قد ايه بيبقى معانا. ممكن نضيف 7 اب بس كان المتاح والمتوفر يعني عندي كوبايه يعني حاجه ساقعه من الفيروز. فهبتدي اضيفها وهضيف بقى الدقيق. هنا 2.5 كوباية من الدقيق اضيفهم على 3 مرات. اول مره هبتدي اضيف بقى الدقيق واحركه بشكل بالمضرب اليدوي بالراحه جدا بالشكل ده. وهنا انا نسيت بقى احط البيكنج باودر فهضيفه على الدقيق وارجع بقى اخلطهم كده مع بعض بالشكل ده. هضيف بقى الدقيق تاني للخليط السائل. هبتدي بقى اضيفه برضو بالتدريج بالشكل ده واقلبه بالمضرب اليدوي. وهنا انا سرعت في الفيديو شويه عشان ما اطولش عليكم، وضفت باقي الدقيق كده في المكونات السائله برضو، وهبتدي اخلطهم مع بعض لحد ما يندمج. طبعا الخليط هو كان معايا تقيل شويه فضفت برضو شويه كده من الفيروز. هضيفهم على الدقيق بالشكل ده وهقلبهم مع بعض لحد ما القوام يبقى بالشكل اللي قدامكم ده. هجيب صينيه بقى مدهونه كده من الزيت وهبتدي بقى اصب بقى الخليط كده في الصينيه بالشكل ده، وبخله كده هطلع منه اي فقاقيع كده من الهواء بالشكل ده. وبكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، يكون فرن ساخن. وهدخل الكيكه على الرف الاوسط لمده من 40 دقيقه ل 45 دقيقه، هتطلع بالشكل النهائي ده. طبعا اختبرتها بخله زي ما انتم شايفين التخريمه اللي بتبقى جوه في الكيكه ديت. لو لقيتها مستويه بقى ابتدي بقى نطلعها. وبعدين هنا انا قطعتها، هي بتكون سخنه لسه جدا، يعني شايفين زي ما هي واضحه كده هي لسه مفروله، يعني ما جمدتش معاكم. فمن الافضل انكم انتوا تسيبوها بس ترتاح كده وتبرد شويه. فانا حاولت بس ان انا اقطعها قدامكم عشان تشوفوها، وطبعا بتكون طريه جدا واسفنجيه، فبتمنى ان انتوا تجربوها. طبعا هتشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي، بتكون شبه الاسفنجه بالظبط. واللون الغمقاني اللي بيبقى للكيكه ده بيكون من الفيروز اللي احنا حطيناه. ممكن تضيفوا 7 اب. فما تنسوش بقى لو انتوا اول مره بتشوفوني فولو لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.